اكيد كده عرفتوا حبايبي هنعمل ايه. رز بعدس الكشري اسكندراني. يلا بينا تغيير، احنا مش عارفين هنطبخ إيه. كل يوم في رمضان نقول هنطبخ ايه هنطبخ ايه. المهم هنعمل رز بعدس. يلا بقى نقوم نغسله ونشوف هنعمل ايه. يا حبايبي ده نزلنا البصله ونبدا اما او زد بقى اللي انت عايزاه. ننزله بالبصله تشوحها مش هنحمر، هي دوبك تصفر بس كده. والرز بالعدس هنا هكون غسلتيه وغسليه شويه حلوين، يعني غسليه كذا مره عشان النشا اللي فيه كله تنزل، عشان ما يبقاش طعمه مش حلو في الاكل. هننزل بيه بقى ونشوح. يا حبايبي انزلي بقى بالرز المغسول بالعدس، وننزل عليه بملح وكمون، ولو عندك كزبره واحده مرقه دجاج لو ما عندكش شطه. في ناس بتقول ان مرقه الدجاج مقاطعه وما ينفعش وكده، بس الصراحه هي بتبقى طعم في الاكل فانا مش عارفه ابطلها. قلبي بقى والتاني تشوحي لما الرز يسخن معاكي ويتغلف كلته بالسمنه عشان يطلع مصفر معاكي وحلو. تسخنيه قوي يعني لما تقعدي تشوحي ما تستعجليش، تشوحي واديله وقت كده في التشويح. كده حبايبي شوحنا شويه حلوين زي الملح. كده حبايبي الرز الشغل اهو زي ما انت شايف، بسم الله ما شاء الله. عايزه تزودي العدس عن كده تمام، عايزه تزودي كركم او كاري تمام اللي يريحك. عندك توابل من بتاع الكبسه عايزه تحطها برضه تمام. سيبها كده ايه فوق من غير حاجه ما شاء الله عليه. سيبوا الرقه من شويه ونحط عليها. وده البطاطس بقى تسلق بيض وتحرجي برضه جنبه يعني بتنجان مقلي وشطه. بقت البطاطس على ما تتحمر وحبه شوربه برضه. بالظبط الحاجة المتكررة كل يوم والمخلل بقى ده العادي يعني. ما نقدرش كل يوم مبقاش في سلطة أو مخلل أو شرب.